هرجع تاني للاستاذ عبده. برحب بيك يا استاذ عبده، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، والله كل سنه وانت طيب يا كبير بيه. انت في المستشفى لسه ولا ايه؟ انا لسه في المستشفى. اصاباتك ايه يا استاذ عبده باختصار كده؟ الحمد لله يا كبير بيه والله. اصاباتك ايه؟ قاعد في المستشفى ليه؟ الاصابات بتاعتي يا فندم البلطجي اللي اسمه احمد فتحي فرج الله وشهرته احمد ابو مصطفى دخل اثناء وانا بعمل شغل جريده الوفد حوالي الساعه 10 بالليل يوم 11/5 حوالي يوم الاثنين. تمام. كان معاه خنجر، تمام، واخوه اسمه شوقي كان معاه مطوى قرن غزال. طبعا اقتحموا عليا المكتبه اللي انا بعمل فيها شغل جريده الوفد. جابني من ياقه القميص. وطبعا انا مسكت الخنجر بايدي، فالمهم هجم عليا، خبطني في ايدي الشمال، تم قطع العروق والشرايين والاوتار، جرح غائر جدا. وخبطني كمان وتم الاعتداء عليا في قدم اليمنى. وكان السبب ايه يا استاذ عبده؟ الخنجر يا فندم بالكامل في رجلي فوق الصاموله. طيب كان السبب ايه يا استاذ عبده؟ كان السبب ايه يا استاذ عبده؟ وكمان تم التعدي عليا في كتفي. طيب السبب كان ايه يا استاذ عبده؟ يعني السبب كان ايه؟ السبب يا فندم ان هذا البلطجي اللي يدعى احمد فتحي فرج الله وشهرته احمد ابو مصطفى عمل مزارع سمكيه في نهر النيل اسفل الكوبري العلوي في فرسكور، مدينه فرسكور محافظه دمياط. وبنى فيلا، خدت بالك؟ ثم بعد ذلك قامت مجموعه من فلول الحزب الوطني باقامه مجموعه فلل، حوالي 6 فلل تكلفتهم حوالي 45 مليون. ده على ارض الدوله؟ على ارض الدوله يا فندم. والدوله فين يا فندم؟ الدوله يا فندم تايهه، الدوله تايهه مع الاخوان. طب وفين الداخليه وفين الجماعه بتوع حرم النيل؟ يا فندم بعد اذنك اتحدى وزاره الداخليه في محافظه دمياط لو كان في تنفيذ قرار ازاله واحد. مش في حاجه اسمها حرم النيل يا استاذ عبده؟ مش في حاجه اسمها حرم النيل؟ يا فندم، حرم النيل طرح نهر النيل. امال مش ده مبني على النيل؟ ومبني على النيل يا فندم، والصرف الصحي بتاعهم بيصرف في النيل، ميه النيل. الله، يعني اخترقوا حرم النيل؟ اخترقوا حرم النيل يا فندم. لا اله الا الله. والدوله مش هنا؟ مفيش يا فندم. محافظ دمياط يذكر يعني اسماعيل بيه عبد الحميد، راجل محترم جدا، نزل لما انا اتكلمت معاه وشاف المواقع بعينه وقال لك دي والله العظيم حاجه تحزن. الراجل حزن. طيب دلوقتي ايه موقفك؟ يعني دلوقتي انت خدت حقك ولا؟ ما خدتش حق يا فندم، انا بناشد وزير الداخليه. ايوه يا فندم، انا بناشد وزير الداخليه. اتفضل. في مؤامره عليا من رئيس مباحث فرسكور النقيب محمد المليجي. هذا الرجل معاه عريف شرطه واقررها تاني، عريف شرطه. الراجل ده سعادتك اسمه محمد مصطفى وشهرته اوماجا. بيعمل ايه سعادتك؟ كافه تحريات المباحث هو اللي بيكتبها لصالح البلطجي دوني عدم صحه واقع. عريف شرطه اللي هو محمد مصطفى اوماجا. محمد اوماجا ده اوماجا. يعني انت دلوقتي عندنا محمد المليجي رئيس مباحث فرسكور. يا فندم النهارده زوروا تحريات المباحث، تمام؟ المفروض بدل ما تيجي شروع في قتل جابوها ضرب عادي، مما ادى الى المحامي، ما ادى الى قاضي المعارضات ادى للمتهمين اخلاء سبيل النهارده وكفاله 1000 جنيه. يعني انا اتضرب واقعد في المستشفى ما يقرب من اسبوعين، تمام؟ وفي الاخر يتخلى سبيله ب 1000 جنيه. طب فانت فين الدوله يا فندم؟ ما انا هطلع بلطجي عليهم اخر، انا هبقى كده بلطجي. انا هطلع انا كده يا فندم هبقى بلطجي، هتحول لبلطجي، بقى انا ببقى صحفي هتحول لبلطجي. طيب انا رئيس مباحث فرسكور يا فندم امددونا من رئيس مباحث فرسكور. النداء بتاعك وصل لوزاره الداخليه، وانا متاكد ان هم هيبتوا في هذا الامر وهيردوا علينا، فالنداء بتاع حضرتك وصل. وانا بشكرك الاول على جهدك استاذ محمد، استاذ عبده، بشكرك الاول على جهدك واشكرك على يعني انك بتكشف فساد، يبقى لازم مش بكشف فساد يبقى مقابل ان انا اتبهدل يعني.